السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من سلسلة تاريخ الإنسان، واللي غادي نتبعوا فيها القصة من بعد الثورة العلمية، وغادي نكتشفوا كيفاش بدات الثورة الصناعية اللي غيرت وجه العالم وبدلت أسلوب الحياة ديال الإنسان للأبد. هاد الثورة غادي تجيب معها اختراعات جديدة وأنماط حياة حديثة، وغادي يكون عندها تأثير كبير على الاقتصاد والمجتمع وحتى على البيئة. الثورة الصناعية كانت واحد التحول كبير في حياة البشر، كيفاش ولاو عايشين وكيفاش ولاو خدامين وحتى كيفاش ولاو كيفكروا. القصة بدات في بريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر، ملي بداو كيبانوا آلات جديدة اللي غادا تبدل بزاف ديال الحوايج. في هذه الفترة كان العالم مازال كيعتمد بزاف على اليد العاملة في الصناعة، والناس كانوا باقين كيخدموا في مجتمعات بسيطة، كيخدموا في الزراعة ولا في الحرف اليدوية. ولكن مع ظهور الصناعة كلشي غادي يتبدل. أول شرارة ديال الثورة الصناعية كانت هي آلة البخار، واللي اخترعها جيمس وات، واللي غادا تلعب دور كبير في هذا التغيير. هاد الآلة كانت كتعتمد على الطاقة ديال البخار باش تحرك الآلات الأخرى، وهادشي خلى الإنتاج في المعامل ولا أسرع وأكثر فعالية، بحيث ولات آلات جديدة بحال الآلة ديال الغزل ولات كتعوض الخدمة اليدوية وكتنتج كميات كبيرة في وقت قليل. الناس ما بقاش خاصهم يبقاو خدامين النهار كامل باش يصاوبوا ثوب واحد، دابا ولات آلة كتوفر عليهم الجهد والوقت. ومجال آخر اللي تغير بزاف هو المناجم. فاش بدات الثورة الصناعية كان الفحم هو المصدر الأساسي للطاقة، وكان خاص يتستخرج بكميات كبيرة باش يحرك آلات البخار. آلات جديدة بانت ولات كتوفر جهد ديال العمال، بحيث ولات كتدخل المناجم وكتخرج الفحم والمعادن بسرعة كبيرة مقارنة مع الطريقة التقليدية. ولكن الثورة الصناعية ما كانتش غير آلات وتقنيات جديدة، بل حتى نمط العيش ديال الناس تبدل بزاف. قبل الثورة أغلب الناس كانوا عايشين في القرى، خدامين في الزراعة ولا في الحرف التقليدية. ولكن فاش بانت المصانع ولا خاصهم يهاجروا للمدن باش يلقاو خدمة. المدن ولات عامرة بزاف، ومع هاد الاكتظاظ بداو المشاكل، من بينها التلوث ونقص في السكن وظروف صحية سيئة. العمال كانوا كيخدموا ساعات طويلة في ظروف صعيبة، وخصوصا الناس والأطفال اللي كانوا كيتعرضوا لاستغلال كبير، بحيث أن الأجور كانت ضعيفة بزاف. الثورة الصناعية ما كانتش غير البداية، مع الوقت الآلات ولات أكثر تطور. مثلا في البداية كانت آلة البخار هي الأساس، ولكن من بعد بدا كيبان المحرك الكهربائي واللي غادي يعوض البخار وغادي يعطي طاقة أكثر نظافة وفعالية. التطور ما بقاش محدود غير في المعامل، بل حتى في الفلاحة وفي البناء وحتى في النقل. في مجال النقل مثلا بان القطار اللي كيتحرك بالبخار، وهادشي خلى السفر يولي سريع وأسهل. وحتى التجارة تبدلات بزاف، بحيث السلع ولات كتوصل لمناطق بعيدة في ظرف قصير. التجارة العالمية تزادت والشركات بدات كتكبر وكيتوسع النشاط ديالها. ولكن هذا النمو ما كانش بدون ثمن، بحيث ان الاعتماد الكبير على الفحم خلق مشاكل بيئية خطيرة. الدخان اللي كيخرج من المصانع بدا كيغطي المدن، والناس بداو كيعانيو من امراض جديدة نتيجة التلوث. مع مرور الوقت بانت مصادر طاقة جديدة بحال البترول اللي غادا تعطي دفعة جديدة للصناعة. البترول ما بقاش كيتستعمل غير في المصانع، بل حتى في اختراعات جديدة بحال الطوموبيلات والطائرات. هاد وسائل جديدة ولات كتسهل الحياة اليومية للناس، ولكن حتى هي كان عندها تأثيرات سلبية على البيئة. جانب آخر مهم في الثورة الصناعية كان هو التقدم العلمي. بزاف ديال العلماء بداو كيوظفوا المبادئ ديال العلم في الصناعة، وهذا الشيء ساهم في اختراعات جديدة بحال التليغراف اللي خلى الناس يتواصلوا من مسافات بعيدة بسرعة. ومن بعدها جا التليفون اللي غادي يزيد يقرب العالم. العلوم ولات خدامة يد في يد مع الصناعة، بحيث كل اختراع جديد كان كيجر معاه تطور في مجال آخر. التغييرات اللي جابت الثورة الصناعية ما كانتش غير اقتصادية، بل حتى اجتماعيا. العلاقات بين الناس تبدلات بزاف، بحيث ولات أكثر مادية ومبنية على العمل والمصلحة. العائلات هي الأخرى تأثرات، بحيث بزاف ديال الأفراد من الرجال وحتى العيالات والدراري الصغار ولا خاصهم يخدموا باش يعاونوا في المصروف ديال الدار. وهادشي خلق توترات داخل العائلات، وبدات كتبان أفكار جديدة كتناقش حقوق العمال والعدالة الاجتماعية. العمال بداو كيوعاو المشاكل اللي كيتعرضوا ليها، وهادشي خلاهم ينظموا راسهم في حركات نقابية وسياسية. هاد الحركات بدات كتطالب بتحسين الظروف ديال العمل وزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل. بزاف من الناس بداو كيشوفوا أن الثورة الصناعية بالرغم من الفوائد اللي جابت كانت غير عادلة في الطريقة اللي كتعامل بها مع العمال. في النهاية الثورة الصناعية كانت بداية لمرحلة جديدة في التاريخ ديال البشرية، بدات بصناعة النسيج وآلة البخار، ولكن مع الوقت تطورات باش تولي ثورة شاملة غيرت الاقتصاد والحياة اليومية وحتى البيئة ديالنا. في الحلقة الجاية غادي نشوفوا كيفاش هاد التطورات غادا تجر البشر لثورات جديدة، بحال الثورة التكنولوجية اللي ولات محرك ديال العصر الحديث.